من غازي عنتاب الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو. أستاذ أحمد، مساء الخير وأهلا بك معنا على شاشة الحدث. عند قيام دمستورة بزياراته سواء إلى موسكو أو طهران أو حتى دمشق لم يكن هناك هذه السلبية التي ظهرت اليوم من ناحية النتائج التي حملها معه. ما الذي حمله دمستورة أو قاله اليوم لوفد المعارضة وجعله إلى هذا الحد متشائم من المواقف التي أتى بها دمستورة في جولته الأخيرة؟ دمستورة في الواقع يقرأ في السياسة وفي المفاوضات في آن معا. هو قرأ من خلال جولته خاصة لدى الإيرانيين أن هناك توجهات أخرى لا تريد للمسألة السورية أن تحل، كما هو يقرأ على الأرض أن هناك خروقات كبيرة جدا وعشرات الخروقات اليومية للهدنة، ومن يفعل ما يفعله في حلب وفي حماة وفي درعا وفي ريف اللاذقية عندما يكون النظام متوجها يوميا بالقتل والتدمير إلى كل هذه المناطق ويخترق الهدنة، لا يعني ذلك أنه يتوجه باتجاه حل سياسي ما. وخاصة وأن ما ادعاه من أنه مشكلة في وجوده في جنيف الآن حتى يوم الجمعة هو موضوع انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب، وهي مسرحية هزلية لا تستحق الحديث عنها كما قال الزعبي. ولكن وفي الحقيقة دمستورة يدرك تماما أن الروس لم يمارسوا دورهم الحقيقي في الضغط على هذا النظام من أجل الوصول إلى اتفاقات ما من خلال هذه المفاوضات، وخاصة وأن الروس أدركوا تماما أن الإيرانيين باتجاه مختلف نسبيا عنهم، والإيرانيون هم يؤكدون يوميا على أن هناك قوات عسكرية تصل إلى 60 أو 65 ألف تقاتل في شمال سوريا مع النظام بالإضافة للميليشيات الأخرى، وهذا كله يؤكد أن التسوية بعيدة. طيب، يعني حضرتك تتحدث عن المواقف الإيرانية والروسية، لكن أيضا أريد أن أتوقف معك عند الموقف الأمريكي. قبل قليل كان هناك كلمة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد اجتماعه بفريقه الأمني تحدث فيها أنه لا مستقبل لسوريا بوجود الأسد، وتحدث فيها عن أهمية المفاوضات الجارية في جنيف. الموقف الأمريكي كم يمكن أن يكون مغيرا أو أن يحمل حتى نوع من الاتفاق الأمريكي الروسي جديد ربما يكون؟ حقيقة وبشكل واضح تماما الأمريكان يتفوهون بهذا المنطق السياسي منذ زمن طويل، وهم يعيدونه يوميا على مسمع العالم أجمع. هم يقولون بأن لا مستقبل لبشار الأسد، وكل الشعب السوري يقول ذلك، لأنه فعلا على أرض الواقع لا مستقبل لبشار الأسد بعد كل هذا القتل والتدمير في سوريا. ولكن السياسة الأمريكية حتى الآن لا تعمل جديا في هذا السياق، وهي يبدو أنها لم تجد بعد حتى الآن من هو يمتلك القدرة ميدانيا على ضبط الحدود الآمنة مع إسرائيل. النظام السوري استطاع أن يضبط هذه الحدود عبر فترة طويلة، والأمريكان والروس أيضا حتى الآن غير جادين أنا أرى بشكل سريع بإيجاد حل للأزمة في سوريا. هم سينظرون للمسألة على أمد طويل بأن لا مستقبل ولا وجود لنظام يحكمه طاغوت ويقتل شعبه يوميا، ولكن آنيا وبالمرحلة الآنية وبالمدى المنظور لا يعتقد الشعب السوري ولا يعتقد كل من يقرأ سياسة في الداخل السوري أن هذا النظام جاد في الوصول إلى انتقال سياسي ما وفق جنيف واحد. هم يسوفون ويماطلون يوميا النظام ومن معه، والإيرانيون لهم مشروعهم الآخر يجب أن ندرك ذلك، والأمريكان حتى الآن لهم مصالحهم أيضا مع الإيرانيين، وخاصة مع الاتفاق النووي الذي حصل ومجرياته التي أتت فيما بعد. ولكن مع ذلك حتى اللحظة لا ينظر المحلل السياسي أو الشعب السوري برمته على أن جنيف هذه هي قاب قوسين أو أدنى من حل يصل بالناس إلى ما يريدونه. وأصلا لم يعد يقتنع أحد في الشارع السوري في المعارضة أو سواها لأنه يمكن الجلوس مع هذا النظام في حكما انتقاليا على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب. أعتقد أن المسألة طويلة. شكرا لك من غازي عنتاب. كان معنا الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو.